ما هو الرد على المصعفقة في فرحهم بالمنشور الذي ذكر فيه تبرئة المحكمة لمحمد بن هادي؟ طيب، هذا يعني قد قرأنا هذا المنشور وهذه المنشورات، والجواب أو الرد نعم، أن الرد يكون من وجوه. الوجه الأول أن القذف ثابت على هذا الرجل محمد بن هادي، لأنه قذف في بيت من بيوت الله، قذف مسلما محصنا عفيفا، وحاله وظاهره الاستقامة، فقذفه في بيت من بيوت الله، قذفه بالزنا، فقال العاهر، فهذا قذف صريح بالزنا. وهذا الكلام سمعه يعني صوتيا، انتشرت في العالم كله. ثم حكم أهل العلم الكبار أن هذا إيش؟ أن هذا قذف. علماء كبار كالشيخ العلامة ربيع بن هادي، الشيخ العلامة عبيد الجابري رحمه الله، وهكذا الشيخ العلامة عبد الله البخاري، فحكموا على هذا الأمر بأنه قذف. علماء كبار حكموا على هذا القول بأنه قذف. طيب، إذا ثبت أنه قذف فتترتب عليه أحكام. ما هي هذه الأحكام؟ قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 8 جلدة. هذا الحكم الأول. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. هذا الحكم الثاني. وأولئك هم الفاسقون. هذا الحكم الثالث. طيب، حكم رابع أيضا في الآية التي قال الله عز وجل فيها في هذه السورة: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. هذا الحكم الرابع، أن هؤلاء الذين يقذفون المحصنات نعم ولم يأتوا ب4 شهداء فهم كاذبون. إذن هذه 4 أحكام. 4 أحكام. أيضا مما يتعلق بالفسق، أولئك هم الفاسقون. القذف كبيرة من كبائر الذنوب. القذف كبيرة من كبائر الذنوب، دل على ذلك الحديث الذي في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا إيش؟ 7 الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فهي إحدى الموبقات إيش؟ 7 الموبقات، بمعنى إيش؟ المهلكات. طبعا الآن قد يقول قائل: هذا في قذف المحصنات. قال أهل العلم، وهذا مجمع عليه، أن قذف الرجل المحصن كقذف المرأة المحصنة. قذف الرجل المحصن كقذف المرأة المحصنة، وهذا مجمع عليه. فإذا أيضا هذا يضاف إلى الفسق، أن القاذف صاحب إيش؟ صاحب كبيرة من كبائر الذنوب. عندنا بعدين حكم آخر، لو رقمنا الأحكام هذه، حكم آخر، وهو إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات إيش؟ لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. إذن هذا عذاب أخروي. هذا عذاب أخروي لمن؟ للقاذف، وعيد شديد. لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إذن هذه أحكام تترتب على القذف. فالآن ربما الله أعلم بصحة الخبر، إذا كانت قد برأته المحكمة من إيش؟ من الجلد.
إذا كانت برأته المحكمة من الجلد، هل انتفت عنه تهمة القذف؟ هل انتفت عنه جريمة القذف؟ الجواب لا، لأنه قاذف في صوتية انتشرت في العالم كله. وحكم أهل العلم الكبار الذين هم أعلم، ربما كانوا أعلم من هذا القاضي الذي حكم بالبراءة، نعم، كبار العلماء قالوا هذا قذف، قالوا هذا إيش؟ قالوا هذا قذف. فإذا كان يعني انتفى عنه الجلد، لم ينتفي عنه ماذا؟ القذف. واحد. لم ينتفي عنه ماذا؟ رد إيش؟ الشهادة. فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. لا تقبل له شهادة محمد بن هادي حتى يتوب إلى الله عز وجل، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. إلا الذين تابوا وأصلحوا، فإذا تاب وأعلن توبته كما ذكر أهل العلم كالشيخ عبيد رحمه الله، يتوب في المكان الذي قذف ذلك المسلم فيه، يتوب في بيت من بيوت الله يعلن توبته، كما أنه قذف هذا الرجل في بيت من بيوت الله وأعلن ذلك ويعلن توبته، وإلا فلا تقبل له شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. وأيضا يلصق به الكذب، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فهذه أيضا مترتبة على القذف، وهو أيضا يعني ليس فقط في هذه كاذب، وإنما له كذبات محمد بن هادي. وهناك كتابة كذبات ابن هادي موثقة للشيخ زكريا العدني، زكريا بن شعيب، كذبات ابن هادي موثقة، ليس فقط في هذه المسألة. نعم. أيضا ماذا يعني الرجل مرتكب لإحدى الموبقات إيش؟ السبع، قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. قلنا وقذف الرجل المحصن كقذف إيش؟ المرأة المحصنة، كقذف المرأة المحصنة. طيب، فهذه أحكام مترتبة على القذف، إن انتفى أحدها لا يدل ذلك على انتفاء الأحكام الأخرى. الأحكام الأخرى باقية، فالأحكام الأخرى باقية. هذا في الدنيا، هذا في الدنيا. وفي الآخرة تحت الوعيد، لأن هذا حق آدمي. عندما تقذف مسلما، هذا الآن حق من حقوق الآدميين، لابد أن تتحلل منه قبل الموت ويسامحك، وإلا الموعد من؟ الموعد متى؟ الموعد يوم القيامة. جاء في الصحيح، صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس الذي لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وإيش وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولم يقضى الذي عليه طرح عليه من سيئاتهم، ثم يطرح في النار. نسأل الله السلامة والعافية. في يوم القيامة حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، لابد من المقاصة، لابد من المقاصة. سببت فلان، شتمته، سيأخذ حقه يوم القيامة. قذفته ولم تأخذ حقك، ولم يعني تجلد في هذه الدنيا ويقام عليك الحد، فسيأخذه يوم القيامة من الحسنات أو يطرح عليك من سيئاتك. وجاء في الصحيح نعم أن الرجل إذا رمى عبده بالزنا، شوف، إذا رمى عبده، عبد من عبيده، رماه بالزنا، نعم، قال: أقيم عليه الحد يوم القيامة، أقيم عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال، إلا أن يكون زاني. فإذا رمى السيد عبده يوم القيامة يقام عليه الحد، إلا أن يكون العبد كما قال السيد. فإذا هذا الأمر القذف نعم ليس فقط يعني أنه انتفى عنه الجلد، يعني إذا نفته المحكمة أو برأته المحكمة، بقي أحكام
كثيرة عديدة للقذف، فلا تفرحوا بمثل هذه الأمور. هذا أمر. الأمر الثاني، ليس الخلاف مع بن هادي محمد بن هادي محصور في القذف، إنما هذه من المسائل التي أخذت عليه، وإلا هناك مسائل أخذها أهل العلم عليه، منها وهي أصل من أصول أهل السنة الدعوة إلى الفرقة. محمد بن هادي يدعو إلى الفرقة، ومن أصول أهل السنة الدعوة إلى الاجتماع على الدين. اقرأ الأصول الستة، اقرأ أصول أهل السنة، عقائد أهل السنة، الدعوة إلى الاجتماع في الدين وعلى الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما هو فكان داعية إلى الفرقة، وأوصى يعني السلفيين في الجزائر، نعم، أوصاهم بعدم الاجتماع مع إخوانهم الذين اختلفوا معهم في بعض المسائل، أوصاهم بعدم الاجتماع معهم، فهذه دعوة إلى الفرقة. نعم. ثم فرق السلفيين في العالم كله محمد بن هادي. ربما هنا ما تشعرون بفرقة السلفيين، لكن العالم كله، نعم، ماذا حصلت له هذه الفرقة فيما بين السلفيين، وتوجع منها السلفيون وتألم السلفيون، وهكذا علماء السلفية من هذه الفرقة. فهذه من المسائل العظام التي وقع فيها محمد بن هادي. أيضا من المسائل العظام التي وقع فيها محمد بن هادي قلنا كذبات. لو تقرأ الكتاب التي للشيخ زكريا تجد كذبات ابن هادي موثقة. أيضا طعنوا في علماء الأمة كالشيخ الألباني، كالشيخ ربيع، كالشيخ عبيد، يطعن في علماء الأمة الكبار، يطعن في علماء الأمة الكبار. وهكذا أيضا موقفه من محمد الإمام، موقفه من محمد الإمام، هل أنكر عليه الوثيقة؟ الجواب لا. هل حذر من محمد الإمام؟ ما تكلم إلا في موضوع واحد لما قال انتصارات إلى جهنم، وإلا الوثيقة التي هي أعظم من هذه الكلمة، الوثيقة التي فيها الحكم للرافضة الاثني عشرية بأنهم مسلمون وأنهم إخوة، ما تكلم فيها، ولا في خطبة العيد التي قال فيها أنا يعني أمري بيدي وليس لأحد علي سبيل، فدل ذلك على أنه وقعها باختياره ودون ضغط ولا إكراه، وهي عن قناعة صدرت من هذا الرجل كسر الرافضة، ومع ذلك ما تكلم فيه. وأصحاب الإمام تجدهم ملتفون حول محمد بن هادي، أصحاب الإمام ملتفون حول محمد ابن هادي. فهذه أيضا من المسائل. هناك مسائل كثيرة أيضا طعن في عشرات من طلاب العلم وصعفقهم، قال صعافقة، نعم، ويعني ماذا، وهذا يعني ماذا، إخراج لهم من السنة ورميهم بالبدعة، نعم، فبدع عشرات من طلاب العلم بدون در الدليل، كما قال الشيخ ربيع، ما عند محمد بن هادي در الدليل في رميه للمشايخ ولطلاب العلم ولدكاترة لأنهم صعافقة. فبارك الله فيكم، هؤلاء المصعفقة سواء كانوا هنا في اليمن أو في الخارج يحاولون أن يحصروا الخلاف مع محمد بن هادي في إيش؟ في قضية القذف. هذا خطأ ومغالطة وتلبيس، وإنما نقاط الخلاف هي القذف وغير القذف من الأصول التي خالفها محمد بن هادي. وهكذا القذف نفسه كما بينا الآن أنه وإن انتفى الجلد لا تنتفي ماذا؟ الأحكام الأخرى المترتبة على القذف. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.